استاذ محمد صالح سليم، بنرحب بيك في موقع الاسماعيلي اس سي. اهلا وسهلا بك. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا استاذ محمد. باقي اقل من اسبوع على الانتخابات، عايزين نعرف استعدادات حضرتك الشخصيه للانتخابات، وايه ان شاء الله لما ربنا يوفقك وتبقى عضو مجلس اداره نادي الاسماعيلي اللي هتبدا بيه مشوارك ان شاء الله مع المجلس. اولا من باب الاستعداد للانتخابات زي كل الاعضاء بهتم ان انا انزل الشارع واروح للمرشحين واعرض نفسي مره واثنين وثلاثه من اجل منافسه شريفه ينول من ينول هذا المنصب، ولكن في الاخر انا بعمل اللي عليا والتوفيق من عند ربنا، ومتعشم خير ان شاء الله في اعضاء الجمعيه العموميه كلها. طيب ان شاء الله ربنا يوفقك، ايه اول حاجه هتبدا بيها ان شاء الله؟ والله اول حاجه هنبدا بيها انا شايف ومؤمن ان الناس اللي خارج مجلس الاداره ليهم دور كبير جدا، لان العمل ده عمل تطوعي ما تخفرش حق حد، وبالذات اللعيبه القدامى اللي عملوا اسم النادي الاسماعيلي. يعني الاسماعيلي مع نهايه الخمسينات وبدايه الستينات اللعيبه العظماء اللي خدوا كاس افريقيا سنه 67 الدوري 67 وكاس افريقيا سنه 70. انا شايف ان الناس ما اهملهم جدا، دولت ناس افاضل عملوا تاريخ النادي الاسماعيلي، اسسوا اسم النادي الاسماعيلي باللعب الجميل. لازم يكون لهم دور ايجابي في النادي الاسماعيلي، ما نغفلش حقهم وننساهم، لان عيب قوي ان احنا ننساهم. دور بمعنى ايه يا استاذ محمد؟ يعني هيبقى في لجان معينه هم هيبقوا فيها؟ انا مش موضوع هيوكل لهم حاجه معينه، عمل معين؟ لا هو مش موضوع لجان، لا هو مش موضوع لجان ولا خبرات، لكن انا هستفيد منهم من خبراتهم من خلال مثلا دوري ممتاز به والدرجه الثالثه على مستوى الجمهوريه. كل واحد يبقى معاه صوره من جدول الدوري وينال شرف ان هو يبقى ليه دور ايجابي في احضار لعيبه موهوبين يعني مميزين على دور الكشافين، زي الكشافين بس طبعا انا مش عاوز اقول كشافين لان هم اكبر من الكشافين، لان ده اللي هيجيب الجوهره اللي هيلمعها وينظفها ويحطها على طبق من فضه للفريق الاول. فدورهم ايجابي 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 ولازم نديهم حقهم، وانا شايف ان هم هيضيفوا للنادي الاسماعيلي. ماشي يا كابتن، ان شاء الله. احنا قلنا الاهتمامات دي، طيب ليه حضرتك لحد دلوقتي ما شفناكش ما انضمتش لاي قائمه من القائمتين اللي مطروحين؟ انا مع حريه كامله للناخب عضو الجمعيه العموميه في اختيار من يشاء دون الزامه بقائمه. هي القائمه مش هياخدها كلها، هي القائمه هو حر. انا شايف ان انا لما انزل مستقل بديله حريه ان هو يختارني بمزاجه او ما يختارنيش، حاجه ترجع له. بس انا شايف ان انا ما اعملش ضغوط عليه اقول له لازم تاخد فلان وفلان وفلان. انا عاوز اديله الحريه يختار مجلس توافقي للنادي الاسماعيلي يكون ان شاء الله بدايه جديده في عهد جديد للنادي الاسماعيلي. هو توافقي يعني مش هتلزمه بقائمه، يعني ممكن ياخد جزء من القائمه دي وجزء من القائمه. تمام. طيب كلمه يا استاذ محمد توجهها للجمعيه العموميه قبل الانتخابات؟ انا بقول للجمعيه العموميه انا بشكرهم قبل ما يحضروا، لان عارف ان هم يحضروا، ومن ضمن الايجابيات ان الوعي كامل لدى اعضاء الجمعيه العموميه، وان شاء الله يبقى نسبه الحضور تفوق الانتخابات السابقه، وان شاء الله يكون عند حسن ظنهم ويختاروا من يصلح للنادي الاسماعيلي. واحنا يا استاذ محمد بنتمنى لك التوفيق، ويا رب ربنا يولي من يصلح. نتمنى نشوف الاحسن للنادي الاسماعيلي، لان انت عارف النادي الاسماعيلي بيمر اليومين دول بظروف صعبه جدا. انا بس عاوز كلمه اخيره للجماهير النادي الاسماعيلي، ان هم يصبروا على النادي وعلى مجلس الاداره، وربنا لما خلق الدنيا في 6 ايام كان عنده حكمه في كده، الا كان يقدر يخلقها في ثانيه يكون فيكون. فعاوزين يبقى في صبر من جماهير النادي الاسماعيلي على النادي الاسماعيلي، وان شاء الله انا بقول لهم بعشمهم ان الاسماعيلي ان شاء الله قادم قادم قادم، لان اي لاعب بيرتدي زي النادي الاسماعيلي على طول يتفوق على نفسه ويضيف للنادي الاسماعيلي. شاكرين جدا يا استاذ محمد. انا بشكرك على اللقاء ده، شرفتنا في الاسماعيلي. ربنا يخليك.